صحيح. استغفر الله العظيم. والله انتم متنمرين، حسبي الله على ابليسكم. انا تكلمت اليوم، بالله انتبهوا لهذا الموضوع، ترى في ناس يغفلون عن هذا الشيء. انتم تدعون الله سبحانه وتعالى، انتم تستغفرون الله سبحانه وتعالى، انتم تقولون لا حول ولا قوه الا بالله، تحوقلون، انتم تتحسبنون، تقول كل يوم تقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن بسالكم سؤال، من هو منكم اللي يوم من الايام جلس مع نفسه بمكان، سواء كان مكان مكشوف او بغرفه النوم او بصاله او بمجلس او باي مكان، جلس جلسه حقيقيه مع الله؟ من هو منكم اللي جلس مع الله؟ احد يرد علي يقول نعم انا حسيت اني جلست مع الله سبحانه وتعالى. ما ابغى احد يقول نعم اني جلست مع الله سبحانه وتعالى واذا سالته قال لا. في احد منكم جلس يوم من الايام جلسه حقيقيه مع الله؟ مو في الصلوات. انا متاكد 100% حتى الصلوات احيانا نصلي وما ندري الا احنا مخلصين الصلاه. نعم يا طلال، قليل جدا قليل جدا منا انا وياكم اللي جلس جلسه حقيقيه مع الله. كذا اروح المجلس، اروح مقلط، اروح لله سبحانه وتعالى، اطلع من مكاني اغير، او بنفس مكاني لما ما يكون معي احد، يعني يكون في خلوه، او حتى لو كان معي احد نايم او ما هو بيمي، المهم انه انا اجلس جلسه حقيقيه مع الله سبحانه وتعالى، وابدا استشعر السبع السماوات، استشعر عظمه الله، استشعر خلق الله الارض والسماء وما بينهم، وخلق العباد، وخلق ادم، وخلق الملائكه والجن والانس، وخلق لان الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق لكم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه، لان الموت خلق الله الموت، فهو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. هذا خلق من خلق الله. ثم تتدبرون الموت والحياه والبعث والنشور، ثم نتدبر وجود الله سبحانه وتعالى، ثم نتدبر ان الله سبحانه وتعالى الان وانا قاعد اقول يا رب قاعد يشوفني وينتظر، مع العلم انه في سابق علم الله سبحانه وتعالى يعلم انا ايش بقول، ولكن وكاني استشعر ان الله قاعد ينتظرني. وش طلبك بعد هالتركيز؟ وش طلبك؟ استشعر هذا الشيء، اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب انه انت يا ربي اذنت لي انه انا ادعوك، اللهم يا حي يا قيوم استجب لي دعائي. بعدين ابدا اركز على الله وكاني اشوف الله سبحانه وتعالى يا رب، واهدى. انا طرقت ابواب ناس كثير، طرقت باب الرقاه وما وجدت حل، طرقت باب من ابواب المستشفيات وما وجدت حل. انا اعاني من مشكله، مرض سرطان لا سمح الله، او مرض خوف او رهاب او اي شيء اللي انت تشتكي منه، او انا ما توفقت في زواج، او ما توفقت المراه في حمل، او ما توفقنا في خلفه ذريه. يا رب هذا الشيء ما حد يستطيع اصلا، والله العظيم انا بقول لكم شيء، هذا من واقع تجربه انا سويتها ورزقت بعدها برزق ما يعلمه الا من رزقني الله. تستشعرون هذا الشيء، انه يا ربي انا والله في حاجتك، انا في حاجتك يا رب، في امس الحاجه لك، وانت يا ربي خطاب بسيط جدا بينك وبين الله. قلت لكم انا ابغى جلسه مع الله، ما ابغى الدعاء المتكلف، يعني مثلا كانه في ختام في ختم القرآن أو في مسجد أو إمام مسجد أو في جمعة وكذا، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم. هذا كلها أدعية مأثورة وجميلة جدا ومقبولة، أسأل الله أن تقبل. لكن في مناجاة، في شيء اسمه أناجي الله، أتكلم مع الله بدون تكلف، أشكي على الله حالي، أقول يا رب أنا أمر بظروف مادية صعبة جدا، وما في أحد يعرف عني، وما أبغى أحد يعرف، لأنهم لو عرفوا بيشمتون وأصلا ما راح يسوي لي شيء، خزائن السماوات والأرض بيدك أنت يا رب. افتح لي أي باب من هالخزائن، يسر لي أي باب. أنا أنتظرك يا ربي تفتح لي باب. مستحيل إني أيأس من رحمتك أبدا، أنتظرك، أنا قاعد أنتظرك بصوت مسموع أو بدون مسموع، ولكنك تناجي الله سبحانه وتعالى. والله إن أجمل مناجاة لله إنها وأنت بخلوة، مسكر بابك بغرفتك بمجلسك بسيارتك وأنت مسافر، تناجي الله سبحانه وتعالى، تقول لله سبحانه وتعالى كل اللي في خاطرك.
الناس اللي قاعد تتكلم معهم ممكن يخدمك وممكن ما يخدمك، ممكن يسوي لك شيء ممكن ما يسوي لك شيء، لكن اكيد ان الله سبحانه وتعالى بيعطيك 3 اشياء: اما يلبي طلبك، او يصرف عنك بمقداره، او يدخرها لك يوم القيامه. يعني ما راح يتركك الله سبحانه وتعالى. استشعروا الان وحنا نتكلم انا وياكم الحين ان الله سبحانه وتعالى انزل الملائكه تحفنا وكان بمجلس ذكر. احنا الحين بمجلس ذكر. لا يغركم بهذا القرني قاعد يمزح ويسولف. ترى والله انا اخاف الله. ترى والله ان قلبي رقيق جدا فوق ما تتصورون، فوق ما تتصورون. والله العظيم ان الدنيا عندي فلا تسوى جناح بعوضه. والله العظيم ما فكرت فيها. والله العظيم اني يمكن من ايام عمري حتى في ال40 وال35 اني اتذكر اني حتى استغرب. والله العظيم اني استغرب من الناس اللي مثلا اعمارهم في ال80 وفي ال90 وفي الكذا، واسمعه يقول والله باقي بسوي كذا. اني استغرب اقول هذا يعني ليش تقول كذا؟ يعني المفترض ان الانسان دائما يكون التوجه الى الاخره اكثر، يعني نبحث عن الاخره اكثر عشان تجيك الثنتين. الله سبحانه وتعالى بيرزقك الدنيا والاخره. يعني لازم يكون عندنا حب. احنا نبغى نحب الله. خلونا نحب الله سبحانه وتعالى. ليش نحب الناس؟ ليش انت تحب لك شخص مثلا، او تحب انسان من البشر؟ صحيح الحب موجود، واحنا نحب بعضنا ونحب اهلنا ونحب ازواجنا ونحب عيالنا ونحب جيراننا ونحب اي احد، لكن لا التعلق الحقيقي خلونا نحب الله. كذا استشعروا انك انت تقول لله سبحانه وتعالى، تقول يا ربي والله انا احبك، انا احبك يا رب، حب الله ورسوله، انا احبك يا الله. ولي حاجه عندك، انا مريض، والله مريض يا ربي، تعبت من البلاء، ابغاك تشيله عني، ابغى هذا البلاء يروح من جسدي، انا اشتكي منه هو في القلب، وما حد يعرف ايش داخل قلبي الا انت. شيله يا ربي، تكفى يا ربي، ابغاك توخره. انا عندي مشكله بالقولون، انا عندي مشكله بروماتيزم، انا عندي ديون، انا عندي واحد من عيالي متعبني، انا عجزت فيه، ادعي له ما خليت شيء، عجزت فيه. انا ابغاك يا رب، لولا تدخلك في هذا الامر والله انا ما اقدر اسوي شيء. ابغاك تتدخل. انا اطلب منك يا ربي انه انت تتدخل في هذا الشيء، تنهيه، لان انا اعرف انه امرك يا رب العالمين بين الكاف والنون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اذا انتظر كلام الله سبحانه وتعالى ان ينقذني من هالامر اللي انا فيه. الشكوى الى الله سبحانه وتعالى رفعه. الشكوى الى الله رفعه. كل ما اشتكي الى الله، الله يرفع ميزانك. الله يحب يشوف العبد الملح. تدرون وما تدرون، ترى الله سبحانه وتعالى يحبك ربي اذا جيت عنده واشتكيت، وبديت تشتكي وتزود الشكوى حقتك وتتذلل، تقول يا رب انا والله ما اقدر اسوي شيء، انا ما عندي حيله، انا ما اعلم الغيب، انا حاولت اصلح وضعي بس عجزت، والله اني ما خليت شيء، طرقت ابواب كثير، عجزت. الناس هم بيمني، كل احد مشغول ولا يستطيعون يسوي شيء، انا قاعد انتظرك. فرجائي من الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا سؤالي ومسالتي اليك، وتبدا تطلب حاجتك مع الاستشعار. وسع كرسيه السماوات والارض، مع استشعار الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. على هذا الكرسي قوي جدا. الله سبحانه وتعالى قوته لا ترام. قوة الله سبحانه وتعالى إن الله قوي عزيز ذو انتقام. الله سبحانه وتعالى ينتقم لكم من اللي آذاكم، وعزيز يعزكم، وقوي ومتين، ويعلم سركم ونجواكم. تطلبون الله سبحانه وتعالى. تعال يا ظالم، تعال يا ظالم البعيد عني وعنكم، تعال يا ظالم، أبغاك في كلمة راس. أنا وأنت أحياء الحين، أنت أقوى مني وتستطيع ظلمي، عندك واسطات في الدنيا، أنت بنفسك قوي تستطيع تظلم. هذه زوجة مسكينة أنت تستطيع تظلمها، هذا واحد من عيالك تستطيع تظلمه، هذا جارك، هذا واحد تحت إدارتك، أنت تستطيع. وقع ظلمك وأتعبتني. أنت ساحر، أنت وأنت سحرة، كفرتوا بالله سبحانه وتعالى، ورحتوا وسحرتوا واستطعتوا أنكم تؤذون أسرة، وتؤذون بنت، وتؤذون زوجة وزوج وأبناء، أسرة، عائلة كانوا في أمان مرتاحين. تزوج، راح طرق باب الناس وأخذ الزوجة هذه وحطها في بيته ورزق بذرية، أو لم يرزق، أيا كان حياته في بيته مستقر. أنت جيت وسحرتهم وسحرتوا الأسرة هذه،
وش تبغون منهم؟ وش الهدف؟ وش المطلوب؟ وإلى متى؟ إلى متى وظلمك مستمر؟ ما تخاف تموت؟ أنت تتوقع أن ظلمك هذا ما يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يرفعه؟ الله سبحانه وتعالى يستطيع يرفعه عن المظلومين ويوقعه عليك، يوقع ظلمك عليك. تخيل أنت يا ظالم، يا ساحر، يا ساحرة، تخيل أنك أنت وقعت في نفس الظلم، أن أحد تسلط عليك وآذاك وسحرك، سحر أسرتك، وحاس الدنيا كلها، وحاس الدنيا كلها. وش بتسوي؟ وش بتسوي؟ السلام عليكم. ما في اليوم تفسير أبدا يا شيخ. ليش؟ بس أسأل عشان أشوف أقول الحلم ولا بس أسأل وخلاص. أنت قلتي عندي سالفة صح؟ لا، عندي سؤال عن دعاء فك رهان. يلا اسألي عن هذا الدعاء. إني إيه لما أقول أنا أحس بأعراض قوية، حتى قلبي قاعد يدق بقوة، وزي تنميل في الجسم كله، وثقل في الفك والراس. شوفي، خليني أقول لكم شيء، بس قفلي المايك، إن ضحكتي بنزلك. ما أعرف من وين يتكفل. لا تضحكي. طيب. أنتوا الحريم أصلا، أنتوا حتى يعني حتى فك الرهان، دعاء فك الرهان، أنا دعيت قلت اللهم فك رهاني المرهونة من العنصر النسائي، وما فكيته. أنا رحت اسكتي، ولا كلمة، أنا ولا كلمة أقول. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رحت المطعم اليوم وسبحان الله العظيم، اسكتي الله يرحم أمك، اسكتي. طيب. رحت المطعم اليوم، وأنا دخلت المطعم، وأول ما دخلت قابلوني رجال يسلمون علي. صراحة للأمانة كان عدد الرجال أكثر بكثير جدا، والأطفال، الرجال والأطفال كان أكثر بكثير جدا من النساء اللي كانوا يتكلموني ويسألون عن أشياء. سبحان الله العظيم، قابلني يمكن خلينا نحط فرض مثلا 10 رجال، 10 رجال و10 صغار. ال10 هذول كلهم ما استغرقت معهم يمكن نص ساعة. بينما أنتوا، احنا عندنا في الديرة في الجنوب، ما أدري عاد أنا بقولها بكيفكم تفهمونها، وحر قطب جرادة، يعني بلهجتنا وحر قطب جرادة. هيا حلوها اللي اللي بيعرفها منكم يقول عرفتها ويطلع يحللها لي الكلمة هذه، وحر قطب جرادة. أنتوا إذا مسكتوا الرجال ما تفكونه، وإذا مسكتوا الحرمة الثانية يعني ايش تمسكونه ما تفكونه. فأنت تقولين أنا أدعي، يقول اللهم فك رهاني يوجعني قلبي، لأن قلبك يقول يا بنت الحلال أنت ايش تبغين؟ أنا بيفسر حلم. فسري بس أضحكين، فسري. طيب، أنا أمس حلمت إني كأني في غرفتي منسدحة، والوالدة جنبي على سريرها بعد، كأنها تحاول تنام. في شيء مأذيها. قالت تعالي فكيني منهم، أذوني ما قدرت أنام. قمت من سريري زي اللي فاز على أمي، قلت يخسون ما أدري وش قلت، كلمة زي كذا، وجيت عندها كأني بقرأ عليها أو بقولها أذكار، أو طحت بين السريرين ما عاد قدرت أوصلها. التفت يسار في نفس الغرفة، كأن فيها رجال طويل كأنه شايب، الطول الطبيعي، يعني طول رجال طبيعي 180 كذا، له لحية طويلة. هذا شفتها سبحان الله كأنها. العظيم، سبحان الله العظيم. والله شوفي لازم تعيدين المنام، بس والله ما تخلون عنكم الحركات هذه. شايب وطول طبيعي 180، على اساس انه انتم عارفين انا 170، كل شيء تدقوني ب 180، تدقوني ب 175. والله العظيم خليتوني لا تضحكين، الله يرحم شيبانك، لا تضحكين، لا تضحكين. تبين تضحكين امسكي كذا واضحكي، امسكي فمك كذا بقوه واضحكي، ولا جيبي كيس دخلي راسك فيه واضحكي داخل. لا تضحكي، لا اسمع صوتك. جيبي كيس دخلي راسك داخل الكيس او روحي المطبخ واضحكي، واخري على الجوال واخري. انتوا كل شوي تدقوني دق ونص بليز اللي تقول ولقيت واحد طوله 180، اللي تقول 175. هذا تنمر ترى. لا تضحكي الله يرحم شيبان، هذا تنمر تدرون ولا لا؟ اقدر اشتكيكم يعني متعمدين، ولا ترى الطول الطبيعي 170 ما هو 180. 180 هذا طول بالغ، لكن 170 هذا الطول الطبيعي اللي يقبل في القطاعات العسكريه. انا كنت عسكري اصلا وطولي 170 مقبول، ما عندي مشكله.
وليس عريض المنكبين ولا عريض الوجنتين ولا احمر الخدين، كان طبيعي. وانتم كل شوي تنطون لي. انا شفت واحد شايب، بعدين مره تطلع واحد تقول شفت واحد طويل، طول الرجال الطبيعي 180، يعني يا فهد القرني انت 170، ترى انت ما نعدك يعني من الطوال. ايش التنمر حقكم؟ والله شوفوا، والله من بكره احلامكم كلها والله لا خليها ضفادع ونمل وبصايح، لا خليكم تعرفون ان الله حق. ترى ما استغفر الله يصير. العظيم. انا من بكره لا. اتنمر عليكم، انا من بكره اتنمر عليكم، اقول انا والله كنت السوق شفت لي مره طبعا طبيعيه جدا طولها 165 ووزنها 60، والباقي كلهم ضفادع ترافع. ايش فيكم؟ انزلي والله نزلها يا جماعه الخير. صحيح. استغفر الله العظيم، والله انتم متنمرين، حسبي الله على ابليسكم. كل شوي كل شوي طالع لي واحد، انا لقيت لي شايب، انا لقيت لي شايب. يعني ايش؟ يعني ايش؟ يعني ايش؟ اصبغ؟ اقعد كل يوم انا احترق وجهي من الصبغه؟ ما خليت نوع ما جبته، ما خليت نوع من... الله يكرمكم حتى الجزمات قمت اخذ الجزمات اللي دبل وثري، اطلع الحين بغيت البس جزمتي اطلع على السلم عشان اركب على الجزمه، اطلع فوق الجزمه كذا وامشي عشان اطلع. ما مشكلتي مشكله، انا ايش اسوي فيكم؟ وبعدين يقابلني واحد يقول يا والله سبحان الله العظيم، والله انا ما توقعتك كذا، توقعتك اقصر من كذا. يعني برضو يعني التنمر موجود. بس انا مشكلتي ان انا ما ازعل، يعني سبحان الله عادي عندي، انا ما ازعل. ولا كان اوريكم شغلكم صراحه. التنمر حقكم هذا مو طبيعي صراحه. احاول نقطع باراده. ما طلعت رجعتها، ما ادري هي ولا وين هي، والله اني نسيت. لا انا. بس اتوقع اني رجعتها. انتي ايه. يلا قولي المنام. اعيد من اول. ايه جريش. طيب كانت الوالدة على سريرها من سدحة، كانت تحاول تنام بس في شيء مأذيها، قالت تعالي فكيني منهم، أذوني أو كذا، قالت كلمة. قمت أنا أبي أجي عندها زي اللي بقرأ عليها أو زي اللي فازعة. طحت أنا بين السريرين، إلا في شخص واقف بدون توصيف، المهم أنه شيء أحد مؤذي، بس ما سوى ولا شيء، بس واقف. نظرت فيه كذا وخفت الخوف ما كان في قلبي كذا وفزع لا، الخوف بس. فجأة صارت أمي ما فيها شيء، التعب جا فيني أنا. تحاول تمسك يدي عشان أقوم من الأرض، يعني ما قدرت. أنا ألف أمسك يدها ما لقيتها، وقوم أكرر تاج الذكر، قلتها مرتين بس. المرة الثالثة حسيت بثقل، نفس المنطقة اللي أحس فيها لما أجي قلت لك فك الرهان. الثقل يكون في الفك، في عضلات الفك، في عضلات اللسان، تشد مرة. تحاول تمسكني، أول ما مسكت يدها بردت أطرافي برودة مو طبيعية من شدتها، أنا قمت من النوم أصلا. بس قمت نفس الشيء على خفقان قوي. طيب لا اله الا الله وحده لا شريك له. انت في الواقع مع الوالده، انت بالبيت؟ ايه. انت متزوجه؟ لا. في شيء حاصل عندكم، مشكله بين اثنين. انت والوالده كيف وضعكم مع بعض؟ لا الحمد لله مرة. تعانون من مشكله متقاربه البعض؟ يعني هي تعاني من شيء وانت تعاني من نفس الشيء؟ هو كان قبل، بس أنا مع الرقية راح الحمد لله، هي لا زال. اي لانه هذا انت طحتي بين سريرين، هذا يدل على امرين. طحتي في شيء موجود عندكم، والطيحه هذه بهذا المكان ورؤيه هذا الرجل اللي بهذا المكان، وبعدين انت ذكرتي الله سبحانه وتعالى وفكت العقده، وكانه انقذتي المكان، انقذتي الموقف. هذا دليل على انه نعم، هذا دليل على انه انت رؤيتك اصلا لنفسك نافعه جدا، ورؤيتك للوالده، ويدل على امر فيه شيء من السريه او من مرحبا او من الخفاء، يعني شيء الى الان ما ظهر لكم، شيء ما ظهر. تحتاجين الى استمرار في الرقيه حتى تفك عضلات الوجه اذا كان فيها مشكله، وكذلك القلب اذا كان في خفقان او في زياده ضربات القلب اثناء الرقيه، فتحتاجين انت تستمرين على الدعاء بفك الرهان. انت عارفه الدعاء فك الرهان كاملا ولا نص ونص نسيتيه؟ لا كامل واضح. طيب استعيني بالله سبحانه وتعالى وتطبقيه مهما حدث من تعب او من الم، لا تلتفتين فيه. هذا نفع، وهذه الشياطين تحاول تضغط على الانسان عشان يتوقف فقط. الحمد لله. نعم. استودعك الله. وياك.